أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حالة نفسية كلنا أو معظمنا بنمر بيها من وقت للتاني، حالة التدفق، أو زي ما بنقول عليها كده بالبلدي لما الواحد بيكون في الزون. عمرك حصل معاك إنك تكون بتعمل حاجة وفجأة تلاقي الوقت كله عدى من غير ما تحس بيه؟ اللحظة دي اللي بتندمج فيها تماماً في اللي بتعمله لدرجة إن كل حاجة حواليك بتختفي، هي دي بالظبط التجربة اللي هنستكشفها النهاردة. عشان نفهم الموضوع ده كويس، رحلتنا هتكون متقسمة لأربع أجزاء. أول حاجة هنعرف إيه هي حالة التدفق دي بالظبط، بعدين هنشوف إيه الشروط اللي بتساعدنا نوصل لها، وبعدها هندخل جوه التجربة نفسها ونعرف فوائدها إيه، وفي الآخر خالص هنشوف علاقتها بالتركيز وإيه أكتر حاجة ممكن تبوظها. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول وأهم سؤال، يعني إيه أصلاً نكون في حالة التدفق؟ طيب الاسم ده جه منين أصلا؟ يعني ليه سموها التدفق أو فلو؟ القصة كلها بترجع لعالم نفس مجري أمريكي اسمه ميهالي تشيكسنتيميهاي سنة 1975، وهو بيعمل أبحاثه كان بيسأل الناس عن شعورهم وهم منغمسين في حاجة بيحبوها، والإجابات كانت دايما فيها تشبيه بالمياه. كانوا يقولوا جمل زي كنت حاسس إني بطوف كأني في طيار شايلني وماشي بيا، ومن هنا من الوصف ده بالذات جت كلمة التدفق. لو جينا للتعريف العلمي، فالتدفق هو الحالة العقلية اللي الشخص فيها بيكون غرقان تماماً في النشاط اللي بيعمله، إحساس بتركيز مليان طاقة وانغماس كامل، والأهم من كل ده متعة في العملية نفسها. يعني المتعة مش في النتيجة اللي هتوصل لها، لأ، المتعة في اللحظة اللي بتعيشها دلوقتي. تشيكسنتوميها لقى إن التجربة دي ليها 8 عناصر أساسية، زي مثلاً إن لازم يكون في هدف واضح وتوازن دقيق بين صعوبة المهمة اللي بتعملها ومهاراتك، كمان الإحساس بالسيطرة الكاملة وإن الوقت بيجري من غير ما تحس بيه، والأهم من ده كله إنك بتعمل الحاجة دي عشان هي نفسها ممتعة، مش مستني أي جايزة أو مكافأة من بره. تمام كده فهمنا ايه هو التدفق. السؤال اللي بعده على طول هو طيب ازاي نوصله؟ ايه الظروف اللي محتاجين نوفرها عشان ندخل الزون دي؟ النموذج ده بيلخص الفكرة كلها بشكل عبقري. خلينا نبص عليه سوا. عندنا محورين، محور للتحدي ومحور للمهارة. تخيل كده، لو التحدي قليل والمهارة قليلة، اللي بيحصل لا مبالاة. طيب لو زودنا التحدي قوي بس المهارة لسه قليلة، النتيجة بتكون قلق وتوتر. طب العكس، لو المهارة عالية جدا والتحدي سهل، طبعا ملل. الحالة المثالية بقى الفلو بتحصل فين؟ بتحصل في النقطة دي بالظبط، لما تحدي كبير يقابله مهارة عالية. يعني نقدر نقول إن في 3 شروط أساسية لازم تكون موجودة. أول حاجة، النشاط نفسه يكون له هدف واضح ونبقى عارفين إحنا بنتقدم إزاي. تاني حاجة، لازم يكون في فيدباك فوري، يعني نعرف على طول إذا كنا ماشيين صح ولا غلط. وتالت حاجة، وهي دي النقطة المحورية، لازم يكون في توازن بين التحدي اللي شايفينه في المهمة وبين مهاراتنا. طيب بشكل عملي بقى نعمل إيه؟ أول خطوة، نقلل أي مقاطعات أو مشتتات. الخطوة التانية، ندي لنفسنا وقت كافي متواصل للمهمة دي. الخطوة التالتة، نحاول نظبط صعوبة المهمة، لو سهلة نصعبها شوية، لو صعبة نبسطها شوية عشان تناسب مهارتنا. وأخيراً، ممارسة اليقظة الذهنية أو المايندفولنس بتساعد جداً على تحسين التركيز. دلوقتي احنا عرفنا ازاي ممكن نهيئ الجو لحالة التدفق. تعالوا بقى ندخل أعمق ونشوف ايه اللي بيحصل جوه مخنا في اللحظات دي، وايه الفوائد الحقيقية اللي بنطلع بيها. الجزء ده بقى مثير جدا، اللي بيحصل جوه مخنا في اللحظات دي. شوف، المخ عنده قدرة معينة لمعالجة المعلومات، حوالي 110 بت في الثانية. طب يعني ايه الرقم ده؟ عشان نفهم، مجرد ان حد يسمع كلامه ويفهمه، ده بيستهلك حوالي 60 بت في الثانية. لما بندخل في حالة الفلو، كل ال 110 بت دول، كل طاقة المخ الإدراكية بتكون متركزة في حاجة واحدة بس. عشان كده ما بيبقاش فيه أي مساحة لأي حاجة تانية، لا تشتيت، لا تفكير في النفس، ولا حتى الإحساس بالجوع. والنتيجة مش مجرد إحساس حلو وخلاص، لأ، الفوائد حقيقية وملموسة. أدائنا بيتحسن بشكل ملحوظ، وبنتعلم أسرع، وبنحس برضا أكبر عن حياتنا عموما. ده غير إنها بتخلق عندنا دافع داخلي قوي، وبتخلينا نبطل نحكم على نفسنا بقسوة. باختصار، الفلو هو وقود للتطور والنمو. وصلنا للجزء الأخير واللي فيه تفاصيل دقيقة ومهمة. هنتكلم عن التدفق والتركيز وأكبر أعدائهم. مهم قوي نفرق بين الفلو والهايبر فوكس أو التركيز المفرط. ممكن نفكر في الفلو على إنه زي شعاع ليزر قوي وموجه وبيساعد على الإنجاز. أما الهايبر فوكس ممكن يكون زي إنك تبص على نقطة واحدة لدرجة إنك ما تشوفش أي حاجة تانية حواليك، وده ممكن يخليك تهمل حاجات تانية مهمة. الفلو بيجي من التوازن بين التحدي والمهارة.
لكن الهايبر فوكس ممكن يكون سببه اهتمام شخص شديد بحاجة معينة، وأحيانا بيكون مرتبط بحالات زي ال ADHD. والمفاجأة هنا إن تشيكسنتميهاي نفسه مؤسس النظرية حذر من جانب مظلم للفلو. هو قال إن حالة التدفق دي ممكن تتحول لإدمان، وفي الحالة دي الشخص بيبقى أسير لنظام معين ومش بيبقى عنده استعداد يتعامل مع أي غموض أو تعقيدات في الحياة. وده تحذير مهم إن السعي ورا التجربة دي لازم يكون متوازن. وطبعاً زي أي نظرية كبيرة في نقاشات وانتقادات بتتوجهها لها. بعض العلماء شايفين إن تعريف الفلو نفسه مش واضح كفاية، وده بيصعب عمل أبحاث دقيقة عليه. وفي كمان شكوك حوالين الاعتماد على ذاكرة الناس لوصف التجربة بعد ما تخلص. والأهم من كل ده إن النظرية بتركز قوي على الجوانب الإيجابية، وبتتجاهل إن السعي المستمر للفلو ممكن يسبب إرهاق أو بيرن أوت. في الآخر، حالة التدفق دي أداة قوية جدا ممكن توصلنا لمستويات عالية من الإتقان وحتى السعادة. بس ده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، سؤال عن حياتنا كلها. إمتى فعلا محتاجين نكون في الزون ومنغمسين تماما؟ وإمتى بيكون الأهم إننا نوسع دايرة تركيزنا ونكون واعيين بكل اللي بيحصل حوالينا؟ يمكن الإجابة على السؤال ده أو التوازن بين الحالتين دول هو ده سر الحياة الكويسة.